تشييع جثمان مصطفى درويش إلى مثواه الأخير بمشاركة النجوم وخطيبته وأسرته تنهار. شيع نجوم الفن وعائلة وأصدقاء الفنان المصري الشاب مصطفى درويش جثمانه إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه عصر الاثنين بمسجد الحصري في منطقة أكتوبر. وحرص عدد من الفنانين على حضور تشييع جثمان الفنان الراحل مصطفى درويش من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، وذلك بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر. وانهار عدد من أسرة وأقارب الفنان الراحل مصطفى درويش خلال تشييع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر. وحرص المتواجدون في تشييع الجثمان على تهدئة أسرة الراحل ومحبيه قبل أداء صلاة الجنازة عليه. وانهارت خطيبة الفنان مصطفى درويش لحظة إلقائها النظرة الأخيرة على شريك عمرها، ودخلت في نوبة بكاء وصدمة وسقطت على الأرض مغشيا عليها أثناء تواجدها في تشييع الجنازة. وحرص المعزون على مواساتها والدعاء لها بالصبر والسلوان في محنتها. ومن بين النجوم الذين شاركوا في الجنازة الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان آسر ياسين والفنان محمود البيزاوي وحسن أبو الروس وأحمد داود وعلا رشدي وحسني شتى ومحمود حافظ ومحمد العمروسي وغيرهم. ومن المقرر إقامة العزاء غدا الثلاثاء عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. وتوفي الفنان مصطفى درويش عن عمر ناهز 43 عاما ظهر الاثنين. وصرحت الفنانة نيهال عنبر مسؤول الملف الصحي في نقابة المهن التمثيلية أن سبب وفاته طبيعي وهو توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ. وشكل خبر وفاته المفاجئ صدمة للوسط الفني، حيث حرص عدد من الفنانين على نعيه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حرص عدد من المقربين لمصطفى درويش على الحديث عن أعماله الخيرية. فتحت عنوان حسنة مصطفى درويش المخفية علق الكاتب الصحفي مصطفى الباز على خبر الوفاة وكتب قائلا: الله يرحمك يا مصطفى يا درويش. وكشف عن شقة كان مصطفى درويش ومجموعة من أصدقائه يجمعون فيها مساهمات خيرية من أموال وطعام وملابس، وكان يبحث بنفسه عن المحتاجين كي يساعدهم، وكان يسعد بمساعدة الناس أكثر من نجاحه في عمل فني، وكان يرفض الحديث عن شقة الخير ويقول بأنها حسنة مخفية لا يريد الحديث عنها. كما كشفت الصحفية عبير عبد الستار عبر صفحتها عن أن الفنان مصطفى درويش كان يشارك في وجبات الإطعام التي كانت تجهزها طوال شهر رمضان، إلى جانب مشاركته في شراء الأدوية والمساعدات الشهرية للمحتاجين. وآخر عمل قام به هو شراء ملابس للأطفال الأيتام، وأصر على أن يشتروا الملابس بأنفسهم. وكان الراحل قد شارك في 4 مسلسلات بدراما رمضان وحقق نجاحا في كامل العدد أمام الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، إلى جانب شخصية عمران في سر الباتع مع المخرج خالد يوسف. وشارك في مسلسل تلت التلاتة مع الفنانة غادة عبد الرازق، إلى جانب مسلسل إكسلانس مع الفنان محمد سعد. وعم الحزن والصدمة بين نجوم الوسط الفني في مصر عقب الإعلان عن وفاة زميلهم مصطفى درويش عن عمر ناهز 43 عاما اليوم الاثنين جراء توقف عضلة قلبه بشكل مفاجئ. وانهالت رسائل النعي والمواساة، حيث علقت الفنانة ريهام عبد الغفور: يا حبيبي يا مصطفى، مش قادرة أصدق بجد، الله يرحمك ويحسن إليك. ونعت الفنانة منى فضالي رحيل الفنان الشاب مصطفى درويش قائلة: والله العظيم ما مصدقة بجد، والله مصدومة يا مصطفى، بدري قوي، ربنا يرحمك برحمته الواسعة، وجعت قلبي والله، إنا لله وإنا إليه راجعون. صاحبي وأخويا المحترم مصطفى درويش في الجنة ونعيمها، هتوحشني يا صاحبي،
كما نعت الفنانة إيمان العاصي زميلها بكلمات مؤثرة جدا. ما كنتش لسه عارفاه شخصيا، بس كنت أسمع إنه هو عنده مطعم بيفتحه أوقات معينة في اليوم لأي حد محتاج. كلمته وسألته، قال لي طبعا هجيلك برجالتي. رحت على المكان، لقيت كده عربية مليانة وجبات كتير أكتر من عدد الناس، ورجالة كتير بتساعد وتوزع، وكان عاوزنا نعمل كده كل يوم. وأضافت وأمني أمانة كل ما نعمل كده أكلمه. أنا غصب عني بكره الموت قوي، صدمة كبيرة يا مصطفى، اللهم لا اعتراض. وكتب الممثل أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان مصطفى درويش، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة. ووثق الفنان محمد هنيدي صورة لزميله عبر حسابه في فيسبوك وقال: البقاء لله، ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب. وعلقت الفنانة ليلى علوي: إنا لله وإنا إليه راجعون. خبر محزن وصادم، ربنا يرحمه ويغفر له. الفنان مصطفى درويش في ذمة الله. وكتب الفنان أحمد السعدني ناعيا مصطفى درويش عبر حسابه بتويتر: مصطفى درويش الإنسان سيرة، وانت سيرتك فل ما شاء الله، إنسان طيب وجدع وابن أصل، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، الله يرحمك ويغفر لك، إنا لله وإنا إليه راجعون. ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة للفنان مصطفى درويش وكتبت: لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله، الله يرحمه. وكتب الفنان منذر ريحانة: البقاء لله في وفاة الأخ والصديق الفنان الشاب المحترم مصطفى درويش، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة. وقالت الفنانة عبير صبري: ربنا يرحمك يا مصطفى، كنت موهوب وطموح وراجل جدع وبتعمل الخير، ربنا يرحمك ويغفر لك ويبدل سيئاتك حسنات ويدخلك الجنة، ادعوا له من فضلكم. وكشفت الفنانة أيتن عامر إنها تتواجد خارج مصر، وعبرت عن حزنها لأنها لن تستطيع التواجد وحضور الجنازة. أنا بكره الموت قوي، ربنا يرحمك يا مصطفى، رحيلك أثر فيا قوي، يا ريتني كنت في مصر. خطف الموت الفنان المصري الشاب مصطفى درويش اليوم الاثنين عن عمر ناهز 43 عاما، وفق ما أعلن شقيقه هاني درويش عبر حسابه في موقع فيسبوك، وقال: البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، والعزاء غدا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. وكان الراحل قد ظهر عبر حسابه على السوشيال ميديا قبل ساعات من وفاته، حيث كان يشتكي من عدم قدرته على النوم في ظل تضارب المواعيد وخروج الجميع من أجازة طويلة اعتادوا فيها على السهر. وعبر عدد كبير من النجوم عن حزنهم لرحيل الفنان الشاب الذي شارك في نحو 30 عملا فنيا، كان آخرها 3 مسلسلات عرضت في شهر رمضان. وبدورها أكدت عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة نيهال عنبر في تصريحات لوسائل إعلام محلية وفاة زميلها مصطفى درويش خلال الساعات القليلة الماضية. وقالت الفنانة نيهال عنبر أن الفنان رحل بسبب توقف مفاجئ في عضلة القلب، فيما لم تعلن عائلته السبب وراء موته حتى اللحظة. وكان الفنان المصري مصطفى درويش قد صدم متابعيه عبر حسابه في موقع فيسبوك بمنشور أثار قلقهم قبل نحو 6 ساعات من الآن، حيث كتب: هو أنا بس اللي ما بقيتش عارف أنام. وردا على منشور آخر حول مشكلة الأرق وقلة النوم، علق الفنان الراحل مصطفى درويش قائلا: أنا عند حل، نتجمع كلنا وندور الضرب في بعض. فيما وجه له زميله وائل عبد العزيز نصيحة بالصلاة، ليجيبه الراحل
بصلي الحمد لله من زمان. بعد ذلك انهالت التعليقات على منشوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة دون أن يتضح بعد سبب وفاته. يا مصطفى يا صاحبي، ليه كده بس؟ الله يرحمك ويغفر لك ويجعلك من أهل الجنة ونعيمها يا رب. وجاء في التعليقات: ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويسكنك فسيح جناته إن شاء الله يا رب العالمين. لا إله إلا الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. ويعد الفنان مصطفى درويش أحد أبطال مسلسل 100 وش، كما شارك أخيرا في موسم رمضان بمسلسل سر الباتع وكامل العدد ومسلسلين آخرين. وتحدث الفنان الراحل مصطفى درويش في لقاء تلفزيوني سابق عن وصيته بعد تعرضه لوعكة صحية قبل 3 سنوات. وقال الفنان الراحل إنه شعر بالموت وقت الأزمة الصحية التي مر بها، مبينا إنه كتب وصيته وتركها لإخواته لهذا السبب. وأضاف مصطفى درويش خلال اللقاء: تعبت وكان فيه وجع بطن شديد كده وزادت عليا، وعملت فحص لقيت فيه التهابات على الصدر. كنت وقتها بقول لإخواتي على باسورد الخزنة وإني أنا عندي فلوس هنا وعليا فلوس لده، فلازم تدفعوا الفلوس اللي عليا. وكتبت وصية وسبتها لإخواتي